السلام عليكم ورحمة الله. كيف أحوالكم؟ بخير لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله، في صحة جيدة. بسم الله توكلنا على الله. البنات جيتكم اليوم غنشاركوا مع بعضياتنا واحد الوصفة كتجي رائعة. غنصايبوا جوج ديال المملحات. عندي وحده غنصايبها حلوة، وحده غنصوبها مالحه ان شاء الله. بسم الله توكلت على الله. عندنا هنايا البنات نص كيلو من القرعه الحمراء. الفوائد ديالها القرعه الحمراء البنات راهي رائعه. بسم الله. غنقبطوها، انا سلقاها البنات، بغينا نفوروها بغينا نسلقوها، ولكن نخليوها تنزل الماء ديالها مزيان، ما يكونش فيها الماء نهائيا البنات، وتهبط الماء على اتساع كما كنقولوا. نخليو الماء يهبط. بسم الله. نديروا ليها الهراسه هذه، ما عندناش غنديروا الفرشيط. كيف دوزتوا العيد بخير الاحباب ديالكم، ونتمنى تكونوا بخير يا ربي يا كريم. صليوا بنات، صليوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام خير الكلام البنات. كنهرسوها مزيان، ما كنخليوش فيها الطروفة ولا كنخليو فيها شي حاجة. بالمناسبة هاد المملحات بغيت نقادهم على حساب باش تقادهم للوليدات اللي ما كياكلوش لنا الخضر اولا اللي ما كياكلوش القرعه بصفه نهائيه. غادي نصوبوا ليهم هاد الوصفه، هذه هي اللي غادي تكون حلوه بالقريعه ان شاء الله. بسم الله. عندي واحد البيضه، بسم الله. عندي البنات 4 كاس من الزيت، قلت لكم شويه الكاميرا الفوق. 4 كاس من الزيت. عندي معلقه البنات مايزينا، معلقه تكون عامره مزيان. هاد المايزينا البنات هي اللي تخلي لنا هاد البسكويت ديالنا او هاد لي سيغار ديالنا غيجيونا مقرمشين. غادي نضيف حتى شويه من الملح ضروريه، واحد رشه من الملح البنات. ديما كنقولها لكم حيت اي حاجه حنا استعملنا ودرنا غير مثلا السكر ما ضفناش الملحه. عندي البنات واحد معلقه اللي عندي من السكر، يعني ما دايرش فيه سكر كتير، بارك هذيك المعلقه كافيه. انا عندي الزبده البنات، انا مذوباها وطيبها مزيان البنات. هاد الزبده هذه بسم الله نطيبها مزيان. عندي 3 من المعالق ديال الزبده. بسم الله. عندي البنات هاد القياس نص كاس من الحليب. عفوا البنات الباتونه نسيت ما جبتهاش. بسم الله. هاد الوصفه البنات ما كنضيفوش فيها الخميره نهائيا. نخلطوها بالسباتولا عفوا.
القرعه اصلا حلوه البنات، انا ما بغيتش نكتر الحلاوه بزاف في هاد الوصفه ديالنا. اصلا هي القرعه هزه كميه من السكر، هي اصلا حلوه. عندي انا غندير معكم لابار البنات. انا ضفت غنضيف هذا سميتو الصاموج، وانتوما ضيفوه في بلاصتو اللي عجبكم. انا عطيتكم هذا الاختراع، هذا الاختيار عفوا ديال الصاموج، وانتوما ضيفوا اللي بغيتو. وغادي نضيف واحد المعلقه من الزنجلان. نتوما ضيفوا لي البنات مكسرات داكشي اللي كيبغيو وليداتكم، يعني زبيب ولا لوز ولا كاوكاو محمر ولا حنايا داكشي اللي كيبغيو وليداتنا راه حنا غادي نديروه بطبيعه الحال. بسم الله. انا غادي نشوفوا القياس ديالنا، غنعطيكم القياس ديال الدقيق شحال غيهز معانا. كاس العنبه، بسم الله. راه كيجي رائع البنات، هاد الوصفه هذه اللي عطيتكم راه كتجي شي حاجه روعه وغزاله. يعني الا كلاوها الوليدات ديالنا غادي يبغيو عاوتاني يعاودوا تاني الا صوبتوا عليهم غيبغوها عاوتاني، كل مره يقول لكم قادوها لنا. يعني شي حاجه زوينه وغتجيهم بنينه. كاس ثالث عفوا. غادي نضيفو مازال، نضيف الكاس الرابع. هزات معنا الدقيقه البنات. يعني الكاس الرابع وراه باقي العجين ديالنا ما تجمعش كما بغينا، مازال مرخوف. عفوا مازال غادي نزيدها البنات. وصلنا الكاس الخامس. الا غادي نسرحوا البنات غادي نديروا ليها كويسون. فوقاش غنسرحوها البنات؟ انا دقت شويه ولقيتها ناقصه شويه من السكر، انا ضفت زدت شويه غير بيديا تقريبا شي ما وصلش معلقه، غير شويه هكا اللي نزلت بيديا البنات.
مع هذا الدقيق اللي هزات هو اللي زاد نقص ليها الحلاوه ديالها. يعني هذا 5 الكيسان، يعني بحال هزات معنا نص كيلو من الدقيق اللي هزات معنا. البنات من بعد ما كنقطعوهم على هذا الشكل هذا لي سيجار ديالنا كما قلنا، راه ما فيهمش الخميره البنات، واخا كيبقاو هكا مزديين راه ما غاديش يتلصقوا نهائيا، حيت ما كاينش ديك الخميره اللي غادي تزديهم، راه ما فيهمش الخميره. ها هما درتهم على هذا الشكل هذا. انا غنصوب معكم هذا الشكل الثاني وعاد غنشعل الفرن باش يدخلوا بحال ما يمكنش نشعل الفرن وباقي ما كملتش هذاك البسكوي اللي غنقدموه ان شاء الله الثاني. عندي البنات نص كاس عنبه من الماء دافي، وعندي معلقه صغيره من الخميره. انا هذا البسكوي غنضيف فيه الخميره البنات، الخميره هذيك الحبيبات اللي كنستخدموها حنايا العجين ديالنا. هذا غادي نديروه مالح ان شاء الله. هذاك البسكوي البنات خدمني 5 كؤوس عنبه ونص اللي خاد من هذاك البسكوي، يعني نص كيلو من الدقيق. بسم الله. عندي هنا نص كاس عنبه من الزيت، هنا حبيبه البنات انا خاد مني غادي نضيف ان شاء الله هذا الكاس هذا كله من الحليب، كاس عنبه. عندي 2 فرماجات، فرماج من مثلث البنات اللي حنايا كنستخدموه للدهن ديال الخبز. عندي الزبده، بسم الله، جوج معالق البنات كبارين من الزبده، مع ضفنا الزيت صافي الله يجعل شي بركه. وانا غنعبر معكم الدقيق والملح البنات، ما نسوش الملح ضروري نضيفوها، اصلا هذا سميتو هذا البسكوي هذا راه غادي يكون مالح، يعني راه غادي نضيف غير الملح، راه ما غاديش نضيف السكر نهائيا. السكر ما تضيفوش البنات، هنا غادي يجينا ملح، نضيفو الملح فقط. بسم الله. انا غادي نضيف 1 معلقه من الزنجلان ضروريه، بسم الله.
بغينا نضيفوا البنات حتى لا موطار ضيفوه، الا سميتو بغيتوه ضيفوه. انا ما غاديش نضيفو. بسم الله. مع ضفت الملح يعني ما غاديش نضيف لا موطارد باش ما يجينيش عاود مالح اكثر. بسم الله. ملي تبغيو تضيفوا لا موطارد حاولوا ما ديروش الملحه، اولا ديروا غير القياس البنات. انا زعمت الملحه هنايا. بسم الله. تتجمع معايا العجين وغنستخدم اليدين ديالي. الله الثاني. الدقيق البنات كاين واحد اللي كيتشرب واحد ما كيتشرب، يعني الدقيق مختلف. ثالث الكؤوس. يعني البنات هذيك الحاجه مثلا اللي قدمناها بالخضار بحال القرعه بحال البطاطس حلوه، هاد اللي سكاره البنات الحلوين اللي قدمت معكم نقدروا نستعملوا فيهم بطاطا حلوه في بلاصه القرعه. يعني في بلاصه القرعه نديروا بطاطا حلوه راه كتجي موالمه. نخدموا داك الفرماج مزيان باش العجين يجي نقي. ها الرابع. الرابع ديال الكؤوس. كنضيفوا غير القياس البنات وحنا كنشوفوا القياس ديالنا ديال العجين. هاد البسكويت ضفنا فيه الخميره. بغينا يجي السمك ديالو شويه. عندي البنات هنايا انا نعبر معكم. عندي المعدنوس. بسم الله. عندي 3 من المعالق ديال المعدنوس البنات. عندنا الحريف البنات، داك الربيع ديال البصل الحريف. غادي نشوف الا خصني غادي نزيد حتى هو كنضيفوه. الا ما كانش عندنا ما بغيناش نضيفو الربيع غادي نضيفو المعدنوس. كيجينا رائع البنات. عفوا هذيك الوراق ديال البصل. انا ضفت المعدنوس كله اللي عندي، بغيتو يجيني منسب. واحد الحاجه البنات نسيتها انا غنزيدها معاكم. عفوا البنات غنزيدو شويه ديال الزعتر. ضروري يكون في هذه الوصفه هذه شويه، راني نسيتو عفوا، باش كيعطينا ديك التنسيمه. ها هو ضفتوها البنات. غادي نزيد هذا الكاس الرابع ديال الدقيق.
اللي خصني شي معلقه غادي نزيدو باش العجينه ديالي تجيني شويه واقفه، يعني ما بغيناش العجين يجينا مرخوف. من بعد ما كنعجنوا العجين ديالنا الثاني على هذا الشكل هذا، كنسرحوه فوق بابي كويسو. البنات سرحوه يدي، راه ما غاديش هو واخا يلصق في بابي كويسو، راه ما غاديش يلصق لينا، يعني الساق ما غاديش يلصق فيه كما كنقولوا. بابي كويسو هو ما يخلي حتى شي حاجه تلصق، يعني نرشو رشه خفيفه من الدقيق ماشي مشكل. هاد البسكويت البنات المالح، هاد المملحات نضيفوا ليهم نورقوهم، عفوا يكونوا مرقين مزيان، حيت هما فيهم الخميره، حيت ماشي بحال هادوك ديال القرعه. الا حسيت شويه خاص ديال الدقيق غادي نرش رشه خفيفه على هذا الشكل. بغيت تخلوا العجينه قاصحه شويه البنات، ديروها شويه يعني قاصحه ديروها، راه ما فيها حتى شي حاجه، راه غادي يجيكم البسكوي زوين كما كنقولوا. غادي نزيد البنات، مازال نورقها، مازال غليظه معايا، غادي نزيد نورقها. بنات انا غندخل البسكوي ديالي اولا المملحات ديالي الفرن، ان شاء الله غادي نطيبوهم بجوج وغادي نرجع باذن الله. من بعد ما رجعت معاكم المملحات ديالنا على هذا الشكل هادو بنات، كنصاوبهم على هذا الشكل هذا كيجيو رائعين. هادو هما المالحين، البسكوي مالح اللي فيه الفرماج، وهذا اللي قاددنا بالقرعه كيجينا على هذا الشكل هذا الرائع. كلشي البنات كيجي زوين وقاصح في سميتو، ومازال راه باقي ما بردوش، يعني باقي البنات مازال راه باقي سخانين، يعني باقي ما بردوش مزيان. كيجينا على هذا الشكل هذا رائع، كلهم زوينين، كلهم يعني واحد الرائحه طالعه غزاله، لا من ديال القرعه بالزعتره وبالصانوج ولا بهذا ديال سميتو ديال الربيع، يعني كلهم زوينين، كلهم البنات غزالين رائعين ما شاء الله، يعني شي حاجه زوينه. وحنا كنصيبوا شي حاجه في الدار البنات على الشكل، يعني كلشي مازال باقيين سخانين، يعني باقيين ما على هذا الشكل هذا. بسم الله نلوق، رائعين البنات مقرملين، يعني شي حاجه زوينه وتعجب وليدات ديالنا بطبيعه الحال. نتمنى يا ربي يعجبوكم وتصوبوهم لوليداتكم. على حسابي البنات جربوهم، راهم زوينين وغزالين، كيجيو
كتجي واحد اللذه، واحد البنه يعني فيهم رائعه، طبيعيين، عرفنا شنو كاين فيهم غنعطيهم لوليداتنا. ما يعني ماشي شي حاجه فيها المواد حافظه ولا، يعني شي حاجه زوينه وديال الدار منزليه. نتمنى يا ربي يعجبوكم، ونتمنى تصوبوهم لوليداتكم باذن الله، فرحوا بهم وليداتكم، وديروا لهم سميتو الكوتي ديالهم المدرسه، علاش لا. ما تنسونيش بنات من بارطاج ولايك وجيم باش تعم الفائده ان شاء الله على الجميع. والى اللقاء، الى شيوة قادمه ان شاء الله، مع السلامه.